السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال يا رب العالمين. بصوا بقى، الفيديو ده باستثناء اي فيديو قبل كده، الفيديو ده انا حبيت ان انا اطلعه بصوتي علشان خاطر ايه؟ يعني عايزة الكل يستفيد. هخليكي تنضفي الممبار في الغسالة، انا هخليكي تنضفي الممبار في الغسالة اكنه في الغسالة بالظبط، ويطلع زي القشطة واحسن، ومش هتتعبي فيه. بص شكل الممبار عامل ازاي. طبعا نضفته الاول على الحوض وقلبته. ما بحبش اشيل الدهن الكتير اللي جوه، لان هو بيدي طعم للممبار. وقطعته بمقاسات متساويه يعني زي ما انتوا شايفين. بصوا شكله عامل ازاي. طبعا لو واحده غيري شافتني بقطعه قبل ما يتنضف هتقولي ايه ده؟ ازاي ده هيبقى متعب اكتر؟ ده لما بيبقى طويل بينضف احسن بالسكينه. يعني اكيد انتوا عارفين هو بيتنضف ازاي، بس انا حبيت ان انا اقول لكم طريقتي. والطريقه دي والله العظيم يا بنات سهله جدا جدا جدا. كيلو ممبار مش رخيص، كيلو ممبار ب 220 و 230، واحيانا بيبقى ب 180، واحيانا بيبقى ب 250 على حسب سعر السوق. تمام. انا مش هكدب عليكم، الممبار ده كان من الاضحيه بتاعه جدتي، وهي ادتني يعني حوالي ربع كيلو كده، فقلت ان انا انضفه. ورغم ان انا كنت مكسله جدا، يعني انا كنت مكسله جدا ان انا اقوم انضفه، بس يعني شو سبحان الله، كل ما بنوفر لينا سبل الراحه كل ما نكسل اكتر. ما تفهموش بقى احنا بنحب التعب ولا ايه؟ ما بنحب الشقه. بصوا انا قطعته زي ما انتوا شايفين اهو. وحطيته. بس غسلته طبعا الاول بالميه العاديه خالص. بصوا شكله، احفظوا شكله يا بنات. تعالوا بقى نحطه في الغساله واوريكم انا بحطه ازاي. اول حاجه انا هحط خل، طبعا معلقه خل كبيره. يعني يا ريت تبيتي الوصفه ديت يوم في التلاجة نضيفه. تمام. هقول لكم ازاي. تعالوا يلا نحطه في الغساله. يلا بينا. بصوا بقى، الغسالة هي الكبة. هتقولي لي ايه ده؟ ازاي ده؟ انت كده هتقطعي الممبار وانت كده هتخليه مش يعني هيتقطع منك. بصي هقولك، شايفه السكينه اللي انا حطيتها ديت؟ السكينه اللي هي بتعمل التوم، بتقشر التوم وبتعمل الممبار. شفتوها عامله ازاي؟ هي مش حاده خالص، دي سكينه بلاستيك. آه، هتبصوا، هتنبهروا. انا حطيت شويه، انا ما حطيتش، هو ربع كيلو تقريبا عمل لي بتاع 15 16، لا 16 واحده. فحطيتهم في الكبه مع معلقه ملح مع معلقه خل مع معلقه دقيق. بصوا شايفين بقى الغساله طلعت ايه؟ شايفين يا بنات؟ والله العظيم 3 هترتاحوا جدا 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 في نظافة الممبار. شايفين اللي بينزل؟ شايفين اللي حوالين الكبة من جوه عامل ازاي؟ شايفين بس اول مرة دخلته قعد بتاع دقيقتين في الكبة طلع عامل ازاي؟ هو لسه طبعا انا مش يعني انا مش هكتفي بكده، ده لسه تاني. بصوا شايفين الدهون اللي نزلت في قلب السكينة عاملة ازاي؟ طبعا سكينة بلاستيك. شايفين الحاجات اللي نزلت على الغطا بتاع الكبة عامل ازاي؟ انا هنا كنت يعني بشطف الكبة كويس وبرجعها تاني عشان هعيد تاني دورة تنظيف تاني ليه. وهحط برضو خل ودقيق. هو الملح بيتحط اول مرة بس، تاني مرة بتحطي دقيق. تفضلي تحطي دقيق، يعني كل مرة لازم تحطي معلقة دقيق مع معلقة خل. عايزة اقولك والله العظيم 3 بيطلع نظيف. انا بص، كل ما بنوفر لينا سبل الراحة وكل ما نلقى طريقة سهلة بنكسل نقوم نعمل. يعني عايزة اقولك الممبار ده كان عندي في التلاجة يومين، وكل شوية اقول اقوم انضفه، اقول لا ده هينضف بسرعة. بصوا شايفين الفرق؟ شايفين الغطا والكبة من جوه ما نزلوش دهون ووسخت الممبار ازاي؟ شايفين بينضف كل ما بتحطيه. بصوا بقى يعني بشطف على طول اول باول الكبة. وبصوا شايفين الدهن اللي في قلب السكينة؟ انا هنا بنضفه وبحط الجزء التاني طبعا اللي محتاج ينضف عشان اوريكم الفرق بين اللي اتنضف وبين اللي لسه عايز ينضف. بصوا انتوا فاكرين شكله في الطبق في الاول خالص؟ بصوا شكله دلوقتي بقى عامل ازاي؟ زي القشطه. انت لو حرفيا لو عندك عزومه والعزومه دي هتعملي فيها صنف الممبار، صدقيني. بصوا بقى، اول ما شغل الكبه ايه اللي هينزل من الممبار، وتاني مره شغل الكبه ايه اللي هينزل. بصوا ركزوا معايا. شايفين نظافه الممبار؟ عايزه تعمليه مره كمان. انا شايفه انا يعني انا في تاني مره انا لقيت ان هو مش محتاج تاني، مش محتاج خالص. وبعدين انا بجري الميه تاني من جوه، بغسله من جوه ومن بره تحت الحنفيه. شايفين اللي بينزل من الكبة؟ تاني مرة هتحطي الممبار في قلب الكبة صدقيني والله العظيم مش هينزل الوسخة دي كلها. عايزة تحطيه 3 مرات ورابع مرات، عايزة تحطيه كذا مرة، انتي
براحتك. بس صدقيني انا بعمل الحركه دي انا برتاح. انا من الناس اللي بتعشق الممبار بس ما باكلوش كتير. بصوا شايفين الغطا عامل ازاي، شايفين الدهنه اللي نازله عامله ازاي، شايفين؟ اللهم صل على النبي. عايزه اقولك يعني هو محتاج طبعا هشطف تاني، عشان كده برجع اشطف الكبه واشطفه شطفه خفيفه وارجع احطه تاني. تمام. يفضل لما تيجي تحطيه في الكبه لازم تحطيه ما فيهوش ميه، يعني انت يا دوبك بتشطفيه وبتحطيه وبترجعي تحطيه في الكبه، فاهمه قصدي؟ ما يبقاش فيه ميه كتير. وبرده بتزودي خل وتزودي الدقيق اللي انت بتحطيه والملح. تمام. عايزه اقولك لازم تبيتيه ليله كامله في التلاجة. انا كده عايزه تعمليه في نفس اليوم براحتك، بس انا من الناس اللي ما بتحبش الاكل اللي فيه زفاره يبقى فيه زفاره، زي اللحوم عموما والاسماك. فانا علشان بحب الممبار وما باكلوش كتير وجوزي برضو بيحبه، فانا بحب ابيته في التلاجة ليله كامله مع ليمون وخل. انا عايزه اقولك كان عندي ليمون بس حطيت خل، قلت ابيته في خل في ليمون احسن، يبقى ريحته كده ليمون حلو، اما اطلع اعمله ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره، احسن ما اعمله على طول ظهري، يعني فاهمين قصدي؟ هو كده كده السلق بيغير، يعني السلق بيضيع الزفاره عموما، بس برضو انا بحب كده. حتى ما باجي اسلقه بصوا شايفين الميه اللي نازله من البار تاني مره نظيفه، يعني مش هقولك معكره قوي، مش قصدي مش مليانه حاجات. او بصوا هغسل بقى اللي هشطف على طول الغطا، شايفين؟ لازم اعمل كده على طول علشان الحاجه دي لو مسكت هتبقى تغلبني في النظافه. شايفين السكينه اللي في الحوض عامله ازاي؟ شايفين كميه الدهنه عامله ازاي؟ انا مش عارفه صوتي واطي ولا لا، بس انا بحاول اعلي صوتي صدقوني. بصوا بقى بشطفه على طول اول باول، صدقوني بيبقى يعني بذمتكم ده كان نفس الشكل في اول الفيديو. طبعا اما شفتوني ان انا قطعته وانتوا اتخضيتوا صح؟ ان شاء الله يعني تبقى طريقه سهله ليكم. واللي ما عندهاش كبه، يعني اكيد كل بيت فيه كبه، حتى لو كبه صغيره مش هتفرق، اهم حاجه يكون فيها السلاح البلاستيك. انا باكد السلاح البلاستيك. بصوا شايفين نضيف ازاي وزي الفل ازاي؟ بصوا شايفين؟ ولسه هشطفه تاني. انتي بقى عايزه تحطيه تاني براحتك في الكبه، انتي as your like، خدي راحتك براحتك، اكل هتاكليها اعمليها بمزاج وزي ما تحبي. تمام. انا بفضل ادعك فيه كده. بصوا شايفين الدهنه اللي نازله من الكبه؟ انا لو قعدت انا والله العظيم يا بنات ما خدت نص ساعه ولا تلت ساعه في المطبخ بنظف وبعمل حاجات جنب تنظيف المنبار. يعني انا ما كنتش بس واقفه على تنظيف المنبار، بشغل الكبه وبعمل حاجه جنب. انت بتشغلي 5 دقايق مش كتير، حطيتي خل، شايفين الميه صافيه ازاي؟ شايفين شكل المنبار صافي ازاي؟ شكله حلو ازاي وابيض؟ لا هقولك تحطي بقى بيكربونات ولا تحطي بوتاس ولا تجيبيه من بره جاهز ونضيف عشان انتي ما بتعرفيش تعمليه. يعني خلينا في البيت احسن. انا من الناس اللي ما بتحبش الاكل بتاع بره في الشارع، وما بتحبش تشتري الاكل الجاهز، حتى الكوارع نادرا لو كلتها او عملتها في البيت، علشان انا مش بثق يعني في الناس في الحاجات اللي بتتباع حواليا كتير. فعايزه اقولك المذابح او اللي احنا الامهاتنا او الناس اللي بيثقوا يشتروا من المذابح بيجيبوا الحاجات دي نضيفه. الناس دي بتغسل ببوتاص وبتغسل بكربونات وبتغسل بخل بتاع دوت بكلور، حاجات كتيره بتغسل. بصوا الليمون اللي انا عصرته، كان عندي ليمون وبعدت اجيب ليمون تاني وحطيت نص معلقه ملح صغيره وسبته في التلاجة. هنا بقى رجعت اعمل الممبار بتاعي. عايزه اقول لكم بصوا شايفين الحلاوه بتاعه الممبار؟ شايفين؟ انا هنا يعني خلاص نضيف جدا. انا ده تاني يوم انا بجيب لكم يعني لقطه من مقطع فيديو انا اصلا كنت منزلاه اوريدي على الفيس. حشيت الممبار، عملت 5 وحدات وحطيته. عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات تحفه، طعمه تحفه، وجوزي بيعشق الممبار من ايدي لان هو بيبقى طعمه ذكي جدا، طعمه تحفه جميل. جربوا الطريقه بتاعه تنظيف الممبار دي وصدقوني هتعجبكم ومش هتندموا للحظه ان انتوا استخدمتوا الطريقه ديت. واللي ما عندهاش كبه ربنا يرزقك وتجيبي الكبه، ربنا يرزق الجميع. شايفين لون الممبار عامل ازاي؟ شايفين حلاوته؟ شايفين ذهبي وجميل ازاي وصافي ازاي؟ وصدقوني والله يا جماعه كان طعمه زي الفل، وشرفت جوزي في العزومه. الحمد لله وعجبه الاكل، واشوفكم في يوم جديد يا بنات، مع السلامه.